الحالات اللي دلوقتي كتير قوي بنقابلها وبتجيلنا ناس بتبقى عامله تركيبه كامله ثابته، اللي هو الكوبري او البريدج الارش الفول ارش على اسنانها كلها. في بقى اللي بيبقى مركب على 3 4 سنات، عامل كل اسنانه على 3 4 سنات. فدي طبعا ما بتقعدش وما بتعيش. دي بنلاقيها كتير جدا دلوقتي. لسه مكلماني برضو الاسبوعين اللي فاتوا واحده من السعوديه، هي كانت زبونتي وكنت عاملاها شغل من زمان فتره طويله يعني. جابت نمرتنا ومن النت وكده، وبعدين كلمتني قالت لي يا دكتور ان في تركيبه كنت عاملاها فول ارش فوق، هي حتى الصوره بتاعته اهو، تركيبه كامله على الاسنان، كل شويه بتفك مني وبضطر ان انا اروح الزقها وبعدين ترجع تفك والزقها. انا ست بشتغل وبشتغل في مكان مهم يعني، فما ينفعش ان انا امشي اساسا بدون اسنان. وفكره الفك واللزق يا دكتور ده مش بيدخل بكتيريا مثلا، او ممكن يدخل يحشر امراض اكلات؟ بصي امراض فظيعه عندها في جهازها الهضمي وعلى الرئتين وعلى القلب وكل حاجه، كل دي بكتيريا، تجمعات رهيبه للبكتيريا يعني. فقالت لي طب دلوقتي انا سالت هنا وكشفت، قالوا لي انت لازم تخلعي التركيبه دي وتخلعي الاسنان الجذور، ما هي مش راكبه على الاسنان، هي خلاص الاسنان كلها اتاكلت، هي شويه جذور اللي باقيه، وتخلعي الجذور دي وتعملي زراعه اسنان. وانا طبعا لا يمكن امشي ببقي فاضي وانا اصلا عندي اسناني وعامله الكوبري شكله حلو وكل حاجه وبتعامل بيه وماشيه بيه، فمش ممكن ان انا اخلع كل اسناني وامشي كده. ايه الحل؟ قلت لها لا، الحل طبعا ان انت هتيجي هنعمل لك نظام في الزراعه اللي هو عشان اعمل لك تركيبه ثابته مؤقته. يعني خلع وزراعه وتركيب فوري مؤقت مربوط بمسامير هتمشي بيه 3 4 5 شهور الجايين. لما ترجعي لي بعد كده بشيل التركيبه المؤقته ديت وبعمل لك التركيبه الثابته النهائيه. ولازم نحط في الاعتبار هنا يا دكتور ان ده فك كامل، يعني مش ضرس واحد بقى هنحاول ان احنا ناكل على الناجيه الثانيه او حاجه. برافو عليكي. بقى ليه طريقه بقى في الشغل وليه طريقه في الاشعاعات وليه في التصوير ال 3 دي بتاعه وشغله في المعمل والماده الماده بالذات اللي انا هعمل بيها يعني بص اهو، ادي بالفكه كامل اهو بعد ما شلنا البريدج. بص دي الباقي فوقها، دي شويه السنان اللي باقي، شويه جذور خلعناهم. طبعا الست بقت بقها فاضي. يعني ما رضيتش طبعا اوريها الصوره. اهم حاجه ما بعد بقى. بالظبط كده. وابتدينا بقى شغلنا، جات لي وبقى مسؤوليه رهيبه طبعا في حاله زي دي. يعني انت هتيجي هتخلعي سنان كامله من بق المريضه وست ومن خارج مصر، وفي نفس الوقت شغاله في مركز مهم. بصي تحدي من جميع الجوانب يعني فعلا احنا كنا كلنا على اعصابنا. جهزت لك كل حاجه زي ما بيقولوا يعني من الابره للصاروخ في موضوع الزراعه، بكل الاجهزه، بكل الاشعاعات، بكل التصوير ال 3 دي. بصي هنا اهو، ادي بس الزراعات اهو بعد ما عملناها خلعنا وحطينا ال5 زراعات. دي بنسميها حاله اول 5 او اول ان اكس. يعني ممكن نحط 4 زراعات، بنحط 5 زراعات، 6 زراعات حسب العظم المتبقي فوق المريض. وبنعمل عليها التقنيه اللي هو المالتي يونت اباتمنت. ايه تقنيه المالتي يونت اباتمنت دي بقى؟ اللي احنا بنقدر كتير بس مش عارفين هي ايه. ادي شكل الزرعه. بتبصي في الستاندر اباتمنت اللي هو ان احنا بنحط زرعه واحده مثلا سنه واحده بنحط عليها الراس بتاعتها اللي هي الاباتمنت واحده، دي بنسميها الستاندر. في بقى لما بعمل 5 6 زرعات في الفك، او عشان اعمل فك كامل واظبط الاتجاهات بتاعته واقلل التحميل، بنعمل حاجه زي ستريس بريكر. يعني ان انا اكسر الاحمال اللي نازله لي على الزرعات، لان انا هركب فوري بعد الزراعه مباشره. يعني دي 48 ساعه خدت التركيبه اتربطت. فطبعا انا ما اقدرش اربطها على زرعات لسه اصلا ما التحمتش في العظم. فبحط المالتي يونت اباتمنت دي بيسموها الاوتاد متعدده الرؤوس. يعني بيبقى فيها مسمار ماسك في الزرعه اللي هي اول واحده خالص، مسمار ماسك في الزرعه تحت، وفي مسمار تاني اللي بربط فيه التركيبه. فيبقى بركب ال5 مع بعض حته واحده بماده ريجيد قويه بعمل بيها المؤقت اسمها البي ام ام اي اللي هي البولي ميثايل ميثاكريليت. دي ماده قويه وتقدر تستحمل معايا، وفي نفس الوقت يعني ما بتحملش، خفيفه، ما بتحمليش جامد على الزراعات اللي انا عاملها تحت. ودي المؤقته اللي اقدر امشي بيها. مش معقول هتقول لي واحده اقعدي 6 شهور من غير سنان، شربي سوائل مثلا او من غير لا من غير سنان ولا حتى بطقم متحرك. لا دي عذاب بالنسبه لها طبعا. فيعني فعلا دي التقنيه الجديده دي اللي هي في زراعه الفك كام. بصي بعد ما ركبنا الزراعات 48 ساعه احنا كنا مركبين هي خرجت كده يا دكتور التركيبه دي زي ما دخلت بالكوبري القديم بتاعها زي ما خرجت. ده احلى بالكوبري يعني احلى واخف وبتاكل عليه طبعا.
ليها شروط. طبعا. يعني احنا مش هنقدر من اول يوم ناكل عليها جزر وخيار يعني، لكن بناكل عليها حاجات طريه الفتره الاولانيه، فتره شهر ونص، حاجات طريه، سوائل، براحتك يعني. فتره معينه بس طبعا الدكتور عوضت بيحددها. لها الشكل، طبعا. الكلام، برضو يعني نوعا ما الاكل شويه، لكن يعني عوضت لها شخصيتها، هي رجعت لها ثقتها في نفسها زي ما بيقولوا يعني.